اهلا وسهلا ومرحبا باحلى متتبعين. كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، عواشركم مبروكه والله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش تمنيتوا يا ربي. اليوم رجعنا معكم بوصفه جديده. هاد المعسلات اللي كيجيو زوينين بزاف في المذاق وسهلين في التحضير وكيوجدوا معكم في وقت وجيز. باش نحضروا هاد المعسلات ديالنا غادي نحتاجوا لواحد جوج ديال البيضات، واحد جوج ديال المعالق كبار ديال الزبده مذوبين، معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، معلقه ديال القرفه، ممكن انكم تعوضوها بالنافع اللي ما كيعجبوش لوكو ديال القرفه، وواحد شويه ديال الملحه باش نوازنوا الذوق، واحد جوج ديال الكيسان ديال العنبه ديال الفورس، وكاس ديال الحليب دافي اللي ما نستعملوش كله، المهم غنستعملو القياس اللي نجمعوا به العجينه. اول حاجه كنبداو بها البنات هي غادي ندخلو هذاك الدقيق كيف ما كتشوفوا. ماما راه كتوجد الوصفه وانا كنهضر بصوتي لانها عيانه مسكينه مع هاد الرواح، راكم عارفين هاد النزله اللي ما خلات حتى شي واحد. من بعد البنات كنبداو نضيفوا باقي المقادير حاجه بحاجه. ضفنا الزبده، ضفنا سمحوا لي عفوا البيض، ضفنا سنيده، القرفه والملحه، واخر حاجه غنضيفوها هي الزبده مذوبه. كيف ما كتشوفوا دابا غادي نبداو كنجمعوا هادوك المقادير مع بعضياتهم حتى يتمزجوا لينا مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا. جربت معكم الفيديو باش ما نطولش عليكم. كتبقاو كيف ما كتشوفوا ماما زاد شويه ديال الحليب، قياس اللي تجمع ليها العجينه، وكتزيد يعني على القياس اللي يعني اللي تجمع ليها العجينه. البنات ما خاصهاش تجي معكم جاريه، خاصها تكون شويه شاده راسها وماشي قاصحه عاوتاني. المهم قياس اللي تكون يعني ما بين القسوحيه والجراوه. المهم تكون العجينه شاده شويه في راسها. وصافي هانتوما كيف ما كتشوفوا يا ماما هنا كتجمع العجينه. كيف ما شفتوا راه ما استعملاتش هذاك الكاس ديال الحليب كله، هذاك الشيء علاش قلت لكم في الاول ما نحتاجوش كله. صافي هي من بعد ما تجمعت لنا العجينه كيف ما كتشوفوا ديك النقيطات ديال القرفه كيجيو باينين، ولوكو ديال القرفه البنات راه كيجي رائع، كيعطي واحد النكهه خاصه وزوينه بزاف. دابا غادي نخليو العجينه ديالنا ترتاح، غنغطيوها بواحد الفيلم اليمونطير وغادي ندخلوها للثلاجه ترتاح واحد نص ساعه. من بعد هانتوما احنا جبدناها معاكم، هانتوما كترخى هكا شويه وكتطلق. دابا غادي نقسموها على جوج وغادي نبداو كنطلقوا كل جزء بوحديته. هانتوما كيف ما شفتوا كنفرشوا هكا الدقيق الطريقه المعتاده، وغادي نطلقوه بالدلاك باش غتسهل علينا يعني التطليق. كيف ما شفتوا كنطلقوها البنات على شكل هكا مستطيل. ومن بعد غادي نجيبوا الجراره وغادي نبداو كنقطعوا شرائط هكا، شرائط طوليه. حنا اخترنا اننا نقطعوها مثلثات، وانتم ممكن تقطعوها بالشكل اللي بغيتو. المهم كتجي حليلوه هكا مثلثات، كيجي داك الشكل ديالها زوين، كتجي بحال الشكل ديال البريوات. يعني كيجيو معسلين بحال البريوات، كيجيو زوينين صراحه. هانتوما كيف ما كتشوفوا كنقطعوا شرائط طويله، ومن بعد كنبداو نديروا المثلثات. هانتوما بهذه الطريقه هذه اللي كدير معكم ماما. صافي وكنكملوا العجين كله بنفس الطريقه كيف ما شفتوا حتى كنشكلوا كلشي مثلثات. وصافي البنات والجزء الثاني ديال العجينه حتى هو كنكملوه بنفس الطريقه. ومن بعد البنات غادي ندوزو باش نقليوهم. كيف ما كتشوفوا الزيت تكون سخونه طبعا، وغادي نبداو كنديروا هاد المثلثات ديالنا يتقلاو. هانتوما كيف ما شفتوا كيف ما كتحطوهم في الزيت كتكون سخونه، هانتوما كيبداو كيتشمعوا، كيبان لكم بداو كيبيضوا من التحت. صافي البنات هانتوما ما تعمروش المقله، الجهد اللي يعني يبقاو منفسين ما بيناتهم، بقى بيناتهم هكا شويه ديال الفراغ باش يلقاو فين يتنفخوا. صافي البنات دابا غادي تبداو كتقلبوهم، غير يبان لكم هكا تشمعوا من التحت بداو كيبيضوا، كتقلبوهم باش كيزيدوا يتنفخوا. ان هاد المثلثات البنات كيجيو خاويين من الداخل وكيجيو مرقين، كيجيو زوينين بزاف وهشاش. هاد الوصفه البنات باش كتعجبني دغيا كتوجد تقدي في يعني في واحد ساعه ديال المكانه توجديهم، ماشي بحال هكا الشباكيه البريوات يعني كيشدوا اليد. وهما يعني هادو كيجيو ساهلين في التحضير وكيجيو بنان او ميم طون. ممكن هاد الوصفه انكم تعتمدوها دابا ان شاء الله مع الوقيته ديال رمضان، الانسان كيبغي هادشي ديال المعسلات. صافي البنات كتستمروا بنفس الطريقه هانتوما حتى كيبداو
كيتحمروا معاكم. هاد المثلثات ها هما هنايا راه تحمروا كيف ما شفتوا. صفيناهم البنات وقدمناهم بهذه الطريقه. حنا البنات ما بغيناش نطفيوهم في العسل، هما صراحه نورمالمون خصهم يطفاو في العسل، يعني كيجيو معسلين. حنا اختارينا اننا كنرشوا عليهم هكا شويه ديال العسل. راكم عارفين اللي ما كيفضلش يعني الحلاوه بزاف يرشهم هكا بعسيله كيجيو بنان بزاف البنات. واخا ما يتصفاوش كيجيو بنان بنان بزاف. ما نعاودش ليكم، هانتوما كيجيو مقرملين وهشاش بزاف كما قلت لكم. هانتوما هي ماما كتحل معكم هادي، هانتوما خاوين من الداخل ومورقين ما شاء الله، كيجيو زوينين بزاف. كنصحكم البنات انكم تجربوا هذه الوصفه، راه كتجي زوينه زوينه بزاف. هذاك لوغو ديال القرفه كيجي غالب وكيجي عطي واحد النسيمه رائعه. انا شخصيا من عشاق المذاق ديال القرفه، كنحماق عليه. هذه الوصفه كتجي زوينه بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتردوا علينا الخبر. وما تنساوش اكيد تخليو لينا تعليق زوينه ديالكم وتدعمونا بلايك وشارك في القناه وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله وانتم في احسن الاحوال. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه والخير.